مساء الجمال على كل عشاق النادي الاهلي في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات مشجع التالتة. زي ما انتم متعودين حلقتنا مليئه باهم الاخبار والتفاصيل المهمه جدا اللي بتخص النادي الاهلي. بس في الاول كده وقبل ما نبدا حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك على حلقه النهارده فضلا وليس امرا. وحابب اقول لك انك انت تقدر تتابع كل اخبار النادي الاهلي اليوميه من خلال قناتنا. انزل دلوقتي اعمل اشتراك في القناه وفعل زرار الجرس عشان تتابع معانا كل جديد عن اخبار الاهلي. مش هطول عليكم اكتر من كده، تعالوا بينا نبدا حلقتنا باول اخبار الاهلي. بعض المصادر المؤكده بتؤكد بان امام عاشور غاب عن بعثه الاهلي المسافره الى تنزانيا بدون حصوله على اذن من الجهاز الفني او الطبي او الاداري بالنادي، وعقوبات صارمه متوقعه من جانب اداره الاهلي على اللاعب في حال عدم تقديمه اي مبررات مقنعه لعدم تواجده في مطار القاهره في الموعد المحدد له للسفر مع بعثه الاهلي الى تنزانيا لخوض مواجهه يانج افريكانز التنزاني بدور الابطال. بعض المقربين من امام عاشور يؤكد بان سبب غياب اللاعب عن بعثه الاهلي المسافره الى تنزانيا بسبب معاناه اللاعب من المتحور الجديد هو واسرته بالكامل، ويؤكد بان اللاعب تعرض الى فيروس خلال الساعات الماضيه وهو ما جعله يتغيب عن بعثه الفريق المسافره الى تنزانيا خوفا من تفاقم حالته الطبيه، خاصه وان الامور في تنزانيا لم تكن في احسن الاحوال من الناحيه الطبيه، لذلك فضل اللاعب عدم السفر مع بعثه الفريق وتقديم كل المبررات لاداره الاهلي لتوضيح سبب غيابه عن بعثه الفريق. مصدر الاهلي يؤكد بان النادي ينتظر معرفه اسباب غياب امام عاشور عن بعثه الفريق المسافره الى تنزانيا قبل اتخاذ اي اجراءات او توقيع عقوبات صارمه ضد اللاعب، واتجاهات قويه في الاهلي لتوقيع عقوبات صارمه على اللاعب بسبب غيابه عن بعثه الفريق بدون حصوله على اذن من الجهاز الفني او احد من مسؤولي النادي، حتى لو كان غيابه عن بعثه الفريق بسبب معاناته من بعض الفيروسات مثل ما يقال، وتراقب كبير من جانب اداره الاهلي بان يتقدم اللاعب باي مبررات مقنعه لعدم تواجده في مطار القاهره للسفر مع بعثه الفريق إلى تنزانيا لاتخاذ النادي الموقف النهائي اتجاهه، خاصة بعدما فشلت كل المحاولات من جانب الجهاز الإداري بالنادي في الوصول له لإغلاق اللاعب كل الطرق الممكنة للتواصل معه. الأهلي ينفي كل ما تم تداوله مؤخرا عن دخول النادي في مفاوضات مع المهاجم العراقي مهند علي من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الحالية، ومصدر بالأهلي يؤكد بأن كل ما قيل في الصحف الساعات الماضية عن تقديم النادي عروض رسمية للاعب أو إدارة ناديه لا أساس له من الصحة وعبارة عن اجتهادات صحفية، فاللاعب مجرد مرشح من ضمن قائمة الترشحات على طاولة النادي للتعاقد مع مهاجم أجنبي تحت السن خلال فترة الانتقالات الحالية من أجل تدعيم مركز المهاجم، ولم يتقدم النادي بأي عروض رسمية للاعب أو إدارة ناديه من أجل الحصول على خدماته، ولكن كان هناك بعض الاستفسارات فقط عن إمكانية ضمه للأهلي، ولم يتخذ الأهلي أي خطوات حاسمة بشأن الدخول في مفاوضات رسمية مع اللاعب أو إدارة ناديه من أجل الحصول على خدماته. بعثة الأهلي تصل إلى تنزانيا منذ لحظات من تسجيل الفيديو دون استعدادات لخوض مواجهة يانج أفريكانز التنزاني بالجولة الرابعة من دور المجموعات بدور الأبطال، وحالة من التركيز الشديد والرغبة الكبيرة لدى لاعبي الأهلي من أجل تحقيق الفوز على الفريق التنزاني في المباراة القادمة من أجل الصعود إلى الدور ربع نهائي، وذلك لخوض آخر جولتين في دور المجموعات بارتياح كبير وبدون الدخول في أي حسابات. نادي أهلي طرابلس الليبي الذي يقوده فنيا الكابتن حسام البدري يدخل في جولة استفسارات قوية مع الأهلي لمعرفة إمكانية التخلي عن خدمات محمد علي بن رمضان في الوقت الحالي، وتقارير صحفية تؤكد بأن النادي الليبي يرغب بقوة بالحصول على خدمات محمد علي بن رمضان من الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، ويستعد لتقديم عرض قوي للأهلي من أجل الحصول على خدماته. مصدر بالأهلي يؤكد بأنه لا يوجد أي نية لدى النادي بالتفريط في خدمات محمد علي بن رمضان لأي نادي خلال فترة الانتقالات الحالية لتمسك النادي الكبير باستمراره خلال المرحلة القادمة، ويؤكد بأن النادي أغلق بيبانه أمام رحيل اللاعب في الوقت الحالي نظرا لاحتياج الجهاز الفني الكبير لخدماته. الأهلي يخوض أول تدريباته اليوم في تنزانيا استعدادات لخوض مواجهة يانج أفريكانز التنزاني يوم السبت القادم في دور الأبطال، وتأمل كبير من جانب الجهاز الفني للأهلي بأن يحقق الفريق الفوز في المباراة القادمة للتأهل رسميا إلى الدور ربع النهائي لرغبة ياس طرب القوية بإراحة بعض العناصر الأساسية في آخر جولتين بدور الأبطال، وذلك للدفع بالعناصر الجديدة والبدلاء أساسيا لاكتسابهم حساسية المشاركة في المباريات مع الأهلي حتى يتم تجهيزهم من الناحية الفنية للمشاركة مع الفريق خلال المرحلة القادمة. وكيل جراديشار يؤكد بأن موكله يأمل بأن يعود للأهلي مجددا بأحسن حال بعد انتهاء فترة إعارته، ويؤكد بأن موكله يمتلك الكيان الأهلي بشكل كبير وسيبذل أقصى جهد من أجل العودة بأفضل شكل للأهلي لصناعة تاريخ مشرف مع النادي الذي كان يرغب بتحقيق ذلك منذ انضمامه للنادي. والأهلي يتوجه بكل الشكر والتقدير لجراديشار ووكيله على المعاملة الاحترافية الذي لقاها النادي مؤخرا وعدم إحداث أي أزمات من جانبهم بشأن رحيله عن الأهلي، وتمنيات كبيرة بكل التوفيق من جانب
جانب مسؤول الاهلي له خلال المرحله القادمه، وان يعود بافضل شكل لاستكمال مسيرته وتقديم الاضافه المطلوبه للنادي. عماد متعب نجم الاهلي والمنتخب السابق يرفض تقييم مستوى مروان عثمان بعد مشاركته مع الاهلي في اول لقاءين في الدوري ودوري الابطال، ويؤكد بان مستوى اللاعب الحقيقي سيظهر في المباريات الافريقيه القويه، خاصه وان اللاعب في مركز المهاجم للاهلي يفرض عليه ضغوطات كبيره، وهو مطالب بالتعامل بكل هدوء وعقليه الكبار في مثل هذا الضغوطات للظهور بافضل شكل ممكن مع الاهلي، لكنه يثق في امكانياته وقدراته على تقديم الاضافه المطلوبه منه مع الاهلي وتعويض الفراغ المتواجد حاليا في مركز المهاجم، ويرى بأن اللاعب بدايته جيدة مع الأهلي لكنها لا تكفي للحكم على مستواه بشكل كامل، والفترة القادمة ستكشف بشكل أكبر عن شخصية اللاعب داخل الملعب وعن طرق تعامله مع مجريات المباريات. وأشاد بقوة بالمستوى الذي يقدمه محمود حسن تريزيجيه مع الأهلي في المباريات مؤخرا، ويؤكد بأن تريزيجيه تطور بشكل ملحوظ وأصبح من أكثر اللاعبين هدوءا وفعاليا على مرمى المنافس، خاصة وأنه قادر على إنهاء الهجمات بشكل مميز وتسجيله لأكثر من هدف في المباريات مؤخرا منحه ثقة وارتاحية أكبر، وهو ما يحسب للجهاز الفني للأهلي تأقلم تريزيجيه وظهوره بشكل أفضل مع الفريق في المباريات مؤخرا. ويرى أيضا بأن إمام عاشور يعد من أبرز اللاعبين في الكرة المصرية الذي يمتلك قدرات ذهبية قادرة على صناعة الفارق مع الأهلي، فهو يمتلك قدرات فنية مميزة تؤهله لصناعة الفرص واختراق دفاعات المنافس بكل سهولة، خاصة وأنه يمتلك عقلية مختلفة ومميزة تساعد الفريق بشكل عام على تحقيق الفوز في كل المباريات. وأشاد أيضا بتحسن مستوى عدد من لاعبي الأهلي أمثال أليو ديانج الذي أصبح أكثر هدوءا في أدائه داخل الملعب، وياسر إبراهيم الذي يقدم مستويات مميزة مع الأهلي والمنتخب. ويؤكد بأن أداء الأهلي بشكل عام يشهد تطور تدريجي تحت قيادة ياستروب المدير الفني للفريق. الأهلي ينتظر التقرير الطبي النهائي الخاص باللاعب مصطفى قبيل لاعب نادي أربيل العراقي بعد تعرضه لإصابة خفيفة خلال مشاركته في التدريبات مع النادي العراقي، وذلك لمعرفة موقفه النهائي من الإصابة قبل اتخاذ الأهلي خطوات حاسمة بشأن ضمه للفريق في الوقت الحالي، خاصة بعدما قطع مسؤول الأهلي شوط كبير في المفاوضات مع إدارة النادي العراقي من أجل الحصول على خدماته، وتراقب كبير من جانب مسؤول الأهلي لنتيجة الإشاعات والفحوصات الطبية الذي أجراها اللاعب لمعرفة موقف الأهلي النهائي من استكمال المفاوضات مع إدارة ناديه من أجل ضمه. الأهلي يوقع عقوبات صارمة على إمام عاشور بقيمة 1,500,000 جنيه وإيقافه لمدة أسبوعين وتدريبه منفرد بسبب غيابه عن السفر مع بعثة الفريق المسافرة إلى تنزانيا لخوض مواجهة يانج أفريكانز التنزاني بدور الأبطال. ارتياح كبير بيسيطر على الجهاز الفني وبعثة الفريق بالكامل للأهلي بعد السفر إلى تنزانيا لخوض مواجهة يانج أفريكانز التنزاني بدور الأبطال، وحالة من التركيز والجدية الكبيرة بتسيطر على الجميع من أجل تحقيق الفوز في لقاء السبت القادم والعودة للقاهرة بالتأهل إلى الدور ربع نهائي. الأهلي يسعى لحسم كل الأمور المتعلقة بإنهاء باقي الإجراءات للإعلان بشكل رسمي عن التعاقد مع المهاجم الأنجولي أليستين كاموش خلال الساعات القادمة. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقة النهارده اللي بتمنى تنال إعجابكم. في نهاية حلقتنا ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة لو ما انتش مشترك عشان تتابع معانا كل جديد عن أخبار الأهلي.